الكتان دي كنز في مطبخك، ما تستغنيش عنه ابدا في ترطيب الشعر، والبشرة كمان تحفة. معلقة بذور الكتان هنضيف عليها كده معلقة من المية، مية عادية جدا من الحنفية، وهنرفعها على النار وهنسيبها لحد ما تغلي لمدة 10 دقايق، ونستخرج كل الجل اللي موجود في بذور الكتان. هنحطه على النار 10 دقايق، وبعد 10 دقايق بقى شكله بالشكل ده. بعد ما صفيته حصلنا على جل بالطريقة دي. عايزة اقولك الجل ده كنز. هناخد كده حوالي 3 معالق او 4 معالق من الجل ده. هنضيف على الجل معلقتين من الزبادي، زبادي بلدي كامل الدسم. كمان هنحتاج لكيس من المايونيز، ولما تروح تشتري المايونيز هات المايونيز اللي يكون عليه بيض، ما تجيبيش الصيامي، لان البيض فيه فوائد كتيره جدا للشعر. عايزه اقولك المايونيز لوحده كنز للشعر. هنضيف كيس واحد. المايونيز بيعالج الشعر التالف.